قوم يا مصري، مصر دايما بتنادي، موت في نصري، نصر دين وارض عليه. يا مصري قومي وشدي الحيل، كل اللي تتمنيه عندي. مصري يا أم العجائب، شعبك أصيل والخصم عايب، للطوفان ما يجي خلتني أخاف عليك يا مصر. مساء الخير. جرايد بيتصادر اعدادها، صحفيين بيتقبض عليهم، نقيب الصحفيين والصحفيين الاتنين ماسكين في بعض. كل الاوضاع دي بتخلينا نقلق على اوضاع الصحافه في مصر. مفيش مجتمع يقدر يعيش من غير صحافه. معايا الاستاذ محسن سميكه، صحفي بجريده المصري اليوم. ازيك يا استاذ محسن؟ استاذ محسن، عايزين نعرف منك وضع الصحافه دلوقتي في مصر عامل ازاي؟ انت شايف ان الوضع في الصحافه اتغير ما بعد الثوره ولا لسه زي ما هو؟ اكيد اتغير. للاحسن ولا للاسوء؟ للاسف للاسوء. 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 ازاي؟ يعني دايما حتى زي ما درسنا في الكليه او اكاديميه لما يجوا يشرحوا لنا لازم الحريه تضاهيها مسؤوليه. مفيش مسؤوليه نهائيا عند كل الصحفيين خالص. ليه؟ للاسف في حاجات كده كنا حتى درسناها او تعرفنا عليها اكلاشيهات، مجرد قراءه بس، ميثاق الشرف الصحفي. لكن ايه هو ميثاق الشرف الصحفي وتطبيقه ازاي وايه حقوقي وواجباتي؟ ده الناس بتبتعد عنها تماما. هي بس كده ان هي لاسماء يعني بتدارس. انا ممكن ليه ابعد عن ميثاق الشرف الصحفي؟ اللي ممكن يخلي صحفي يعمل ده؟ والله لو ابتدينا من تحت خالص هنقول ان خلط الاعلام بالتحرير حاجه مش كويسه وضد ميثاق الشرف الصحفي. صحفيين كتير جدا للاسف بيجلبوا اعلانات لجرايدهم عشان ياخدوا نسب منها. ده ضد ميثاق الشرف الصحفي. يعني انت تقصد مثلا هل الاجر القليل اكيد للصحفي ده ممكن اكيد بيخليه يلجا لاساليب ثانيه؟ انا عايز اسالك سؤال، ازاي الصحفي ممكن يتعاقب او يتحاكم؟ يعني المهندس بيتحاسب اذا اخطا وبنى عماره غلط، الدكتور بيتحاسب اذا حصل اي حاجه في المستشفى بتاعته او في عيادته او في عمليته غلط. الصحفي ممكن يتحاسب ازاي؟ هو المحاسبه من خلال مين؟ النقابه، لو هو مقيد بنقابه الصحفيين، ولا تعال نتكلم في النقابه، وتعال نتكلم يعني لو طيب لو اتكلمنا في النقابه هي الاساس. يعني كل من اصعب النقابات التحاقا هي نقابه الصحفيين. حتى اعضاء الجمعيه العموميه يعني ممكن ما يتجاوزوش 9000 عضو، بعكس نقابات تانية المحامين مثلا مليون اللي حاجه بسيطه. نظرا لنقابه الصحفيين، ويمكن ده مشكله او الصعوبه اللي فيها ليها بدل شهري للصحفيين حاليا 730 جنيه تحت بند بدل تدريب وتكنولوجيا. لو حرم من المبلغ ده البدل، يخيل ليا بغض النظر عن فكره الشاب او توجيه اللوم، لو حرم من المبلغ ده او هدد بقطعه ممكن يبقى ده عقاب قوي للصحفيين. لان انا 730 جنيه باستطلاع راي بكلم ناس كتير جدا حتى اللي مش في حاجه للمبلغ ده. النقابه بالنسبه لهم هي الامان. الامان في ايه؟ في الموضوع قصدك ممكن تتشطب عضويته؟ مش تشتغل عضويه، ده مرحله نهائيه. يعني ممكن يكون رفع البدل جزء من العقاب. اكلم كذا حد، ايه سر تشبثك بالنقابه؟ يقول لي يعني بلدنا في مثل دايما يقول لك لو فتك الميري مش عارف ايه في ترابه كده. وبلدنا بلد كرنيهات. فالنقابه هي بالنسبه لنا الاعتراف الرسمي في الدوله، بطاقتك الشخصيه ما بينفعش تكتب فيها صحفي غير لما تبقى ملتحق بالنقابه، جواز السفر، رخصه السياره، كل الاوراق الرسميه الخاصه بها. فخليها خطوه نهائيه، فكره شاب بالنقابه او تدريب شاب بالنقابه. تمام. خلينا نبدا خطوه بخطوه، ستيب باي ستيب، يبقى لحد ما توصل لحد الشاب. موضوع البدل مثلا ده ممكن يبقى حل من الحلول. طيب ده على مستوى النقابه، تعال نتكلم بقى على مستوى الصحيفه. لا مش الصحيفه بس، ان احنا لو انت راجل بتتكلم في نيابه، يعني جريده الدستور ورئيس تحريرها واللي حصل ده، هل انت شايف ان الموضوع يوصل لدرجه الناس دي تتحاكم، ولا الناس دي كانت بتقول مجرد راي؟ شوف هقول لك، هي مهنتنا مهنه راي، فانا هتكلم من خلال رايي. كويس، ماشي. واعتقد ان في شريحه كبيره جدا جدا من زملاء ليا مقيدين في نقابه الصحفيين بيتفقوا معايا في الراي ده. الدستور اخطات خطا كبير جدا جدا. ليه؟ واسلام عفيف اخطا خطا كبير. ليه؟
لان هو جورنال ملك للقارئ، وبعدين انا كصحفي ناقل لخبر، مش صانع لخبر ولا حدث ولا ماشي وفق هوى صاحب الكشك سوري اللي انا فيه، لان هي كانت كده يعني. الصفحه الاولى للدستور سيئه جدا جدا من ساعه لما تملكها رضا ادوارد واشترى اسهم ابراهيم عيسى وعصام اسماعيل فهمي واللي كانوا مالكين ليها. دي حاجه مش كويسه خالص. فانا حتى يمكن اللي مسكته على الاسلام وعلقت على ده انه ما كانش ينفع، يعني المفروض انك انت رئيس تحرير لمكان فيه 30 او 40 او 50 واحد بيشتغلوا مهنه راي، فلازم يكون لك رايك. مش هينفع كل يوم يتصل بيك وهو في اي مكان يقول لك اكتب كذا او يكتب هو بالفاكس ويبعتهم. فكما انزل انت رئيس تحرير يعني حتى احد البرامج التلفزيونيه بيقولوا يا جماعه كان بينصح من كتر ما الناس اتضايقت وزهقت خلاص ما تبصوش للدستور من صفحته الاولى، يا ريت نفتح من 3 ونبدا نتابع لو عايزين نتابع خبر. انا كنت بتابع ده من 3 للاخيره اللي هي تقريبا رقم 16، كلها اخبار ضد الفئه معينه في المجتمع. طب ما ده حريه راي. يعني هل انت شايف دي حريه راي ولا دي عدم مهنيه ولا يعني؟ لا عدم مهنيه طبعا. عدم مهنيه مش حريه راي طبعا خالص. اصل حريه راي يكتبها في مقال، يعني انا السيد رضا ادوارد انا بذكره بالاسم رئيس مجلس اداره الدستور، من حقه يكتب مقال في الدستور او في غير الدستور ويقول فيه اللي هو عايزه، لكن مش جورنال جورنال كامل يوميا ليه سنه تقريبا ولا أو حاجه بسيطه. كل يوم نشرة الصفحة الأولى بالعناوين العريضة، مصر الحرب، إعلان الحرب قريبا، مصر ستحرق، كلام يعني إثارة وكلام حتى يعني ما مش عارف. أنت شايف يعني حتى صحفيا ما كانش بيراجع. يعني أنا قلت لزمايلي في الدستور يا جماعة يعملوا اللي عايز يعملوا، بس أرجوكم حد يراجع العناوين دي عشان ينزلها بشكل صحفي، بس مش أكتر من كده. يعني يستخدموا لغة الكوتيشن، يصلحوا الكلام صياغته، بس ما كانش ده بيحصل يعني. محسن، هل انت شايف ان في ازمه بتواجه حريه الراي والتعبير دلوقتي للصحفيين، ولا شايف الموضوع ماشي طبيعي؟ والله انا شايف انه بعدين هتواجه، يعني ممكن تكون دي بوادر ازمه، يعني احنا في بوادر ازمه. زي ما كنت بدات كلامي معاك ان هي حريه بلا مسؤوليه خلت الصحف وخلت المواقع وخلت القنوات كمان تتناول قضايا معينه وتعالجها من وجهه نظرها. يعني بعد القنوات انت حاليا تيجي جاي عايز تتابع حاجه معينه، منظور قناه كذا غير منظور قناه كذا غير منظور قناه كذا. انا بكون عايز مثلا اشوف الموضوع بجانبه المثير البحث، بجيب اعلاميه معينه في قناه معينه، بجيب مذيع معين في مكان معين. فللاسف هو مفيش مسؤوليه، السقف خد منتهى ما كانش متوقع انه يوصل له بالسرعه دي وبشكل مش مهني، فده محتاج انه يراجع. الحاجات دي كترها هو اللي هيقيد الفتره اللي جايه العمل الاعلامي بشكل عام والصحفي اللي انا بشتغل فيه بشكل خاص. طول ما في حريه بلا مسؤوليه هنلاقي اختراعات كتيره زي لجنه مش عارف متابعه الاداء الاعلامي، لجنه متابعه الاداء الصحفي. طب ما انا عندي نقابه بتتابعني، ممكن يكون الدور بتاع المراقبه داخل النقابه مش مفعل، يفعل، لكن ما تخترعليش لجنه جديده او حاجه جديده او مسمى جديد زي موضوع اختيار اللي انا عليه كل التحفظ عليه، اختيار رؤساء تحرير الصحف القوميه من خلال لجنه تشوف المعايير وارشيف الصحفي لمده 10 سنين. ده طبعا ده كلام فاضي، ما ينفعش. تمام طبعا. طيب انا هطلع فاصل، ارجع فاصل. عايزك لو حصلت فعلا الازمه دي مين اللي هيتصدى؟ هل شايف انه نقيب الصحفيين الحالي يقدر يتصدى لده، ولا الصحفيين هم اللي هيتصدوا للموقف في الوقت ده؟ نطلع فاصل ونرجع تاني. محسن، هل زي ما سالتك قبل الفاصل انت شايف لو حصلت الازمه اللي انت بتقول في بوادر الازمه، حصلت الازمه، هل انت شايف ان نقيب الصحفيين الحالي قادر انه يتصدى للازمه دي، ولا انت شايف ان انتوا كصحفيين اللي هتتصدوا ساعتها للازمه دي؟ والله اصل هم الصحفيين جماعه او مجموعه بتجمعهم في النهايه نقابه، وفي نقيب انتخبوه عشان يحقق اهداف معينه ويحول دون وقوع كوارث معينه. فاحنا يعني ايدينا في ايديه وايديه في ايدينا. لو لقينا انه هيحيد على ده او مش هيعرف، لان البعض بيقول على الاستاذ الولي، الاستاذ ممدوح الولي نقيب الصحفيين يعني مدفوع من تيار ما او بينتمي لتيار ما، خلاص لو حسينا ان هو يعني مش بايديه او بيتخلى هنتحرك احنا. واعتقد ان جيل الشباب اللي دخل النقابه الدفعات الاخيره ودفعتي واللي قبل مني قادرين على تحريك اي مياه راكده ما شاء الله، كلهم باور وكلهم حيويه ومطلعين جدا ومتابعين الموقف بشكله الداخلي والخارجي، فيعرفوا كويس يدافعوا عن قضيتهم. الصحافه من غير حريه تداول معلومات مستقبلها ايه؟
اكيد سيء جدا جدا، لان انا دايما اقول ان احنا علينا دور، دايما بقول ان احنا ناقلين لاخبار او لمعلومه. ما هو طول ما انا مش بطلع مش بعرف اوصل للراجل اللي بيروح يشتري الجورنال من على الرصيف، بمناسبه ان البرنامج بتاعنا على الرصيف، ويدفع فيه اي مبلغ بيشتريه، مش هيلاقي معلومه او هيلاقي الكلام المتداول، خاصه بعد الثوره طبعا ما شاء الله، ودي حاله صحيه كويسه جدا. مصر كلها بتتكلم سياسه، كلها، في الاتوبيس، كل على القهوه، في كل حته مصر بتتكلم سياسه. ده حقيقي. طب لما انا هبقى بكتب له او بنقل له او يعني بدون في صحيفتي الكلام اللي هو بيقوله، طب هو محتاج يشتريني ليه؟ وعايز يعرف ما وراء الخبر، ما وراء المعلومه، او عايز يعرف معلومه جديده، او عايز يعرف رقم هو كان بيدور عليه عشان يجيبه ازاي. انا لو في حجب المعلومه مش عارف اجيب الرقم ده، اكيد مش هعرف اديله ماده يقولها، فبالتالي يعني مفيش داعي للصحف خلاص. فلتحتجب الصحف ويتحدث الجمهور بقى، يتكلم في كل حته عن السياسه، وبلاش مثلا ليه النهارده يعني خليني اتكلم معاك بصراحه، في شريحه كده طلعت تشتري جرايد، مش قله ثقافه بس خلاص احنا عارفين الجرايد بتقول 1 2 3 4 والكلام كله بينزل مرسل من الناس اللي فوق يتحط، لا خلاص احنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين نبعد عن الكلام ده. ليه؟ وازاي ممكن نرجع الثقه تاني في الجرايد دي وفي الصحافه؟ هو ليه؟ بسبب اعلام ما بعد الثوره بشكل عام، مطبوع، بس ده كمان ما قبل الثوره. يعني انا ما قبل الثوره كان ده بيحصل، خلاص في ناس بتبتعد، خلاص لا مش هقرا لا اهرام ولا اخبار خلاص. وبعد الثوره الموضوع كمل برضه نفس الكلام. يعني ليه؟ خليني اقول لك ان قبل الثوره كان على شريحه معينه، لكن كان في شريحه كبيره جدا بتشتري الجرايد وبيشتري اكتر من جورنال، على الاقل خالص اللي بيدور على اخبار العلاوه واخبار الترقيه ومش عارف باب الدوله او المجتمع في الاهرام، كان بيدور على حاجه معينه بيلاقيها، حتى اللي بيجيبوا عشان الوفيات او الحوادث. لكن الشريحه المبتعده او المنصرفه او اللي تركت قراءه الصحف بعد الثوره زادت اكتر، لان زي ما كنت لسه بقول لك حريه بلا مسؤوليه. قارئ بقى، انا نفسي بشعر وانا كصحفي وبكتب اخباري وبتاع، انا نفسي بمل، يعني حاله الملل دي، ويمكن اكتر من طبيب نفسي دكتور احمد عكاشه اتكلم عليها، دكتور يحيى رخاوي اتكلم عليها، على فكره ان الناس حاله اكتئاب زادت كتير جدا عند الناس في الفتره دي، لان كل الاخبار ملونه، مفيش خبر زي ما بنسميه خبر صريح، كل الاخبار فيها اكتر. ترجم لي يعني ايه خبر ملون؟ يعني ماده براي، يعني خبر براي، وده ما ينفعش، المفروض الخبر مجرد تماما من الراي، لازم يبقى خبر حيادي. هي عايز اقول لك ان هي موضوع تتبعي بشكل سريع. انا بشتغل في جورنال، بشوف او بعرف او بطلع على اساس تحرير الجورنال ايه، فبالتالي بعالج الاخبار اللي بكتبها او بكتب الاخبار بمتناول اللي الجورنال عايزه، اللي هي بنسميها احنا روح الكتابه. روح الكتابه بتاعتي جورنالي مثلا، هتكلم بشكل اكتر وضوح، جورنال ضد الاخوان، فهتناول زي ما كانت بتعمل الدستور كل الاخبار اللي ضد جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله ومحمد مرسي. تمام. جورنالي معاهم، فهكتب كل الاخبار اللي معاهم. لا ده مش مظبوط، لازم تبقى مش مظبوط، لازم اكون مهني ولازم اكون حيادي، ولازم اكون نظرتي للناس واكون على مسافه واحده من كل الاطراف، ما ينفعش اكون قريب من طرف لطرف تاني. الحاله دي زادت بعد الثوره، حتى جورنال الاهرام اللي هو المفروض يعني رقم 1 طبعا في الجورنال القومي وبتاع الدوله بتاعي بفلوسي وبفلوسك، بقى بعد الثوره بيغازل الشريحه الثوريه، وبقى اي عنوان لاي وقفه في اي حته بقى بنلاقيه بيتصدر الصفحه، وده مش صحيح. ده حقيقي. يعني الاهرام اللي هو جورنال محافظ، واحنا واخدين جورنال رقم 1 في مصداقيته وفي تعامله مع الاخبار، بقى ينزل لمنحدر ما ينفعش انه يكون موجود فيه لجورنال مجرد الصفحه. هو بقى له فتره كده. نعم، هو بقى له فتره ما قبل الثوره كمان. يعني بقى بيغازل من ساعه لما خلاص الثوره جت وبتاع والشعب اسقط النظام عنوانه الرئيسي بالظبط. يعني لقيناه يوم 12 فبراير، لقيناه بعد كده خلاص بقى مش عارف شكل استوى مش لايق عليه. عاش الملك مات الملك. ده حقيقي، ده حقيقي، وده غلط جدا، وده سبب رئيسي في ابتعاد الناس او القراء اللي كانوا بيشتروا صفحه يقروها عنهم. ده حقيقي. ايه رايك في قرار اغلاق قناه الفراعنه؟ والله الموضوع يعني قضائي بحت، مش موضوع زي ما اشيع يعني ان وزير الاستثمار عشان المنطقه الحره لمدينه التجاره الاعلامي او رئيس الدوله. انا شايف ان الدكتور توفيق عكاشه اخطا، وشايف اخطا ليه؟ ان طبعا اللي هو عمله كنا بنتكلم على فكره المسؤوليه، ما فيهوش اي شيء خالص يتعلق بالمسؤوليه. ما ينفعش انا كاعلامي او كمذيع برضو
اذا كان ينفع حتى اكون دور محلل وان ده خطا برضه، ما ينفعش ابيح دم رئيس الدوله على الهواء يعني، واقول من راى منكم محمد مرسي فليقتله يعني. يعني حاجات ما بتحصلش، ما بنشوفهاش في حتى في افلام الكرتون يعني طبعا. فيعني خطا كبير جدا. ممكن يكون حماسه وثوريته بطريقته خانته في طريق مش صح. ممكن هو تخيل ان ده نوع من انواع المعارضه، بس طبعا معارضه بسب وبقصف وبهجوم مرفوضه. انقد، ويا ريت يكون نقدك بناء، ما يكونش كمان انت شايف انه يستحق تغير ان القناه تستحق انها تغلق بسبب انا ما ينفعش اقول رايي اكيد. انا شايف انه اخطا، لكن تغلق من عدمه مش بتاعت الحكم بقى فين. دي بتاعت القضاء، دي بتاعت القضاء، لكن هو اخطا طبعا يعني. هو بيتهيألي هو نفسه يعني خلاص بقى على مشارف انه يقول ان انا اخطات يعني. معاذ في الختام، هل انت شايف ان الصحافه المصريه تقدر تقود الصحافه عموما في الوطن العربي تاني، ولا خلاص لبنان وقطر هياخدوا الدور ده؟ لا والله احنا طول عمرنا يعني عندنا الرياده بتضيع مننا شويه وبترجع لنا بس هنا احنا قادرين. انت لو بصيت على كل الجرايد العربيه هتلاقي اللي ماسكين او القائمين العام فيها مصريين. انا معايا زمايلي كتير جدا شغالين في الامارات اليوم، واللي شغال في جورنال الوحده، واللي شغال في جورنال ما اعرفش. فالناس ما شاء الله منتشره يعني. حتى يمكن انا كنت لسه بقول لك على تعداد النقابه تقريبا يقترب من 9000، يمكن منهم 3 أو 4 مش موجود في اعضاء النقابه، بس بيعملوا في الخارج وبعض الدول العربيه. قادرين ان احنا نعود في اي لحظه، ولان احنا موجودين بالفعل واقوياء يا رب. اتمنى يا رب نكمل. محسن انا بشكرك جدا. اتمنى ان شاء الله ان الصحافه المصريه مبسوط ان انا على الرصيف تفضل في الرياضه. شكرا الاسبوع الجاي ان شاء الله. قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك، موت بنصري، نصر دين وارض عليك. يا مصري قومي وشدي الحيل، كل اللي تتمنيه عندي. مصري يا أم العجائب، شعبك أصيل والخصم عايب. الطوفان ما يجي خلتني أخاف عليك يا مصر.